السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد. إن شاء الله هنشرح في الفيديو ده عن إزاي تعمل سيرفر خاص بيك على ميد جيرني، خصوصا على ديسكورد. طبعا انتوا عارفين بيشتغل ازاي، ولو ما تعرفوش ان شاء الله احنا هنشرح سلسلة كاملة عن ازاي تشتغل على الذكاء الاصطناعي، سواء ميد جيرني عمل التصميمات، سواء شات جي بي تي. هنشرح حاجات كتير ان شاء الله في السلسلة دي، فلو انت مش مشترك في القناة اشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. طيب احنا دلوقتي اهو على ديسكورد. بتعمل هنا اد سيرفر، بتعمل create my own، بتعمل for me and my friends. ممكن هنا تسميه زي ما انت عايز، وليكن مثلا احمد. ولو عايز ترفع مثلا صورة هنا بتعمل من upload، بس انا مش لازم. يعني لو انت عايز ترفع صورة للسيرفر بتاعك ارفع صورة، تقوم عامل create كده. السيرفر بتاعك اتعمل او بيقولك ويلكم تو احمد. طيب انت ازاي بقى تخش او تدخل الميد جيرني عليه؟ طيب انت اول حاجة بتروح هنا على ميد جيرني، بتعمل مثلا، بتختار مثلا من هنا اسمها ايه، راحت فين الايقونة؟ بتعمل هنا مثلا، تضغط هنا وبتعمل add to server. تختار السيرفر بتاعك من هنا. طبعا انا كنت مسميه احمد، تختار انت الاسم اللي انت عملته وبتعمل continue. تنزل تحت تعمل authorize، بتأكد له ان انت مش روبوت. تختار هنا رجاء النقر فوق كل صورة تحتوي على، ماشي، يعني هو عايز حاجة زي كده. تحقق. دخل اهو، طبعا عمل authorized. ماشي. احنا لو هنا جينا عند الديسك السيرفر بتاعك، تبدأ مثلا تكتب اللي انت عايزه. وليكن مثلا لو انت عايز تعمل صورة، تعمل سلاش ديت، وبتقوم كاتب image، تقوم كاتب اي حاجة انت تتخيلها بقى. مثلا لو انت عايز مثلا تعمل لوجو، اللوجو ده مثلا لوجو فور كوفي شوب. نغير دي كده بس. لو انت بقى عايز تعمل اللوجو ده، بتقوم متكة مثلا هنا وبيقوم هو واخد وقته. وهو دلوقتي حاليا بيعمل اللوجو. لو انت مش مشترك في القناة اشترك، عشان ان شاء الله هننزل ازاي الذكاء الاصطناعي يساعدك في شغلك، وازاي تعمل الحاجات، ازاي تنجز وقتك في الشغل بتاعك عن طريق الذكاء الاصطناعي، سواء شات جي بي تي او التصميمات على ميد جيرني. وطبعا في مواقع تانية هنشرحها غير المواقع ديت، لان في مواقع كتير نزلت عن الذكاء الاصطناعي. طبعا هو بيقولك اللوجوهات اللي هو اقترحها لك. انت بقى بتختار اللوجو اللي انت عايزه. ده طبعا الفيرجن الاول. لو انت مثلا عايز الفيرجن الاخير يعمل لك فيرجن مثلا، هو كان لسه ما خلص. اه، هو كده خلص. طبعا شوفوا اللوجوهات عاملة ازاي. انت بتختار اللوجو اللي انت عايزه. لو انت مثلا عايز تحمل الصورة دي كلها، اللي هما الاربع لوجوهات جنب بعض كده، بتعمل حفظ الصورة وبتحملها على الجهاز بتاعك. لو انت مثلا عايز الصورة الاولانية، بتختار يو 1. لو انت عايز الصورة التانية اللي هي دي، يو 2. دي التالتة ودي الرابعة، يو 3 ويو 4. لو انت مثلا عايز الاصدار الرابع من الميد جيرني نفسه، بتقول له اعمل لي التصميمات على الفيرجن 4. طبعا في هنا فيرجن 3 وفي فيرجن 2 وفي فيرجن 1. هقول لك ازاي تحمل صورة صورة لو انت مش عارف يعني. وهنا هو بيحاول يصمم اللوجوهات على الفيرجن 4 اللي احنا اخترناه.
هتستنى شوية لحد ما يخلص، هنا بيكون 100% اكتمل كده، يعتبر خلاص. ودي طبعا اللوجوهات دي 1 و2 و3 و4 بتتقسم كده. لو انت مثلا عايز تحمل اول واحدة بتختار U1، تختار اي حاجة عجبتك. لو انت مثلا عايز تعملهم ال4 بتختار U1 مرة، وبعدين U2 مرة، U3 مرة، وU4 مرة، وبتستنى هنا لحد ما يطلع لك الصورة لوحدها، او بيقول لك waiting to start. ان شاء الله في الفيديوهات الجاية اشرح لك ازاي تكسب اصلا من عمل اللوجوهات دي وعمل الصور وعمل الحاجات دي. وكمان هشرح لك الشات جي بي تي. طبعا شات جي بي تي حاجة قوية جدا في الذكاء الاصطناعي، تقدر تعمل بيها، بتقدر تسأله على اي حاجة تتخيلها لحد يعني هو معاه داتا لحد 2022. احنا هنا مستنيين اهو يخلص. هنا ممكن تختار برضه على ما هنا يخلص، ممكن تختار اليو 4 بحيث ان هو يعمل لك الصورة الرابعة دي كمان. وممكن تختار مثلا ان هو يعمل لك الصور دي على الفيرجن 2، الاصدار التاني. طبعا انت بتستنى لحد ما يخلص. هو هنا بيعمل لك اهو اللوجو اللي احنا اخترناه في الاول. هو ده كده خلاص. انت بتضغط هنا وبتقوم عامل حفظ الصورة باسم، وبتقوم حافظها في اي مكان انت عايزه. بس كده. طبعا هشرح لك ازاي بقى تعدل على اللوجو ده. مثلا لو انت عايز تغير الكلمة دي في موقع مثلا كانفا، في مواقع كتير انت ممكن تعدل عليها. انا خصوصا بقى انا شغلي بعدل على موقع كان. لو انت بتعرف الفوتوشوب مفيش مشكلة، ايا كان البرنامج اللي انت بتستخدمه تقدر تعدل من عليه الصور بتاعتك. طبعا لما اخترنا تقريبا الفيرجن 2 جاب لك اللوجوهات دي. لو انت عايز بقى اللوجو 1، طبعا زي ما قلت لك هنا U1 U2 U3 U4. ولو انت عايز تحدث الصور دي او تخليها على اصدار معين، بتختار فيرجن 1 فيرجن 2 فيرجن 3 على حسب الاصدار اللي انت عايزه. وبتشوف بقى لو انت مثلا شغال في التصميم، انت طبعا اكيد فاهم، انت هتكون فاهم في التصميم. طبعا بتختار الحاجة المناسبة معاك. لو انت مثلا العميل عندك ممكن تديله كذا لوجو وتخيره ما بين اللوجوهات دي. تمام. ده بس كده شرح النهاردة. يا رب اكون افدتكم، وما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، ولو استفدت اي حاجة، واشترك في القناة وفعل زر الجرس، واستنى الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. مع السلامة.